The next station is 東京。遊びしないエンジン全開の歌詞はしないベストは楽なら会社へくだらない駆け引きはナンセンスあげたまつげフロアを見る集まる視線あなたはあるビュー揺らせてあげる just like a faucet You've been searching for me baby know you want it I'm getting 高げしない甘くはないネイルもヘアも完璧最後のクルーを引き連れて So it was a better 羨ましくない I don't need permission 感じるまま好きなものは好きなように手に入れる Only ほぼ気もステージ الحلو بقى ان انا كده رايح اليابان المفروض في اكتر شهر الناس مش بتروح فيه وده المنظر. احلى حاجة هنا طبعا انا الساعة 11 انا كده صاحي بالنسبة لي يابانيين انا كده صاحي انا كده قلب يومي ولكن انا رايح افطر نشوف الدنيا بقى فيها ايه في 7-Eleven. وصلنا ما اقدرش اقول وصلنا اخيرا 7-Eleven لانه 7-Eleven اصلا موجود في كل 3 متر هنا في اليابان طبعا مش بالظبط بس هو موجود كتير قوي. العجيب والكوميدي انه 7-Eleven انا في الاول كنت فاكر ان هو كوري او ياباني حاجه زي كده لانه اصلا لما عرفت انه في حاجه اسمها 7-Eleven كان عن طريق الفيديوهات بتاعته اللي اكتشفته ان هو اصلا امريكي بس اليابانيين بقى ايه شبطوا فيه وعملوا منه النسخة الايكونيك اللي احنا بنشوف الفيديوهات الفايرال بتاعت على السوشيال ميديا دي. طبعا عارف عايز ايه الفكرة بس ان انا الاقيه يس الحمد لله لقيت. واشهر حاجة هنا ساندوتش البيت ده اعتقد لا خلاص اعتقد كده مش هاخد حاجة تانية معاه يعني في موفن لازم نشوف الموفن بقى بيقول ايه مش ينفع نزعل حد النهارده. وقهوتنا الجميلة تمام على كده. طبعا للأسف المكان ما فيهوش حتى اكل فيها فمضطرين بقى ايه ناكل في الشارع وكده كده مش مضطرين ولا حاجة ده مكاني المفضل. جبنا الليك سالاد يبقى عندك ساعات تفطر بيه كل يوم ما تزهقش. نجرب الموفن بقى. هو الموفن بتاع حبيبنا تسيبكم انا يا جماعه عشان اكلم فطاري. قلت ادخل بقى قبل ما اروح المعبد بتاع سينسوجي ده دخلت قلت اجيب المشروب العظيم ده ايس تي بالبرتقال بس طعمه لذيذ بصراحه. جو عالمي والدنيا مطرت بشكل رهيب بس بص تبص كانها ما مطرتش حرفيا يعني كانت سيول هنا من شويه بس خلاص. بمناسبة المترو انا يا جماعه لازم اوصل اول يوم في اي حته اتوه شويه بقى واقعد اتعرف على الدنيا واوصل 3-4 ساعات وبعد كده بس خلاص اخد الخبره لدرجه ان انا ماشي بالخريطه بتاعه المترو.
ده معبد سنسوجي. ويعني انا مبدئيا بحب اروح المعابد جدا، لانها مرتبطه يعني بحب اي حاجه مرتبطه بالحضارات القديمه قوي بتاعت البلد. والمعبد ده بالذات ده اقدم معبد في طوكيو، ومن اشهر المعابد هنا اللي تقريبا كل السياح بتجي، ومشهور طبعا عشان حاجه اسمها بوابه الرعد. فطبعا الاجواء يعني انا مش قادر اقول لكم، هنا ناس بتشرب ميه دي بيعتبروها من المياه المقدسه. البخور نحس الناس يا جماعه بتعبد الالهه هنا. المعبد مش بس هو اللي جميل، كمان الطبيعة اللي حواليه رهيبة. بما ان انا بحب القهوة خالص خالص، واحدة من الحاجات اللي بستمتع بيها في اي بلد جديدة ان انا اجرب اماكن قهوة كتير. فانا قررت او حابب يعني اخد تجربة ان انا اجرب اماكن القهوة التوب ريتد في اليابان. بشوف من غير ما اشوف فيها كده تعجبني للامانه. اخيرا وصلنا لاول كافيه. فبراير ده واخد التقييم بتاعه توب ريتد على المابس، على جوجل مابس في المنطقه بتاعت معبد تنسوجي، وانا يعني متشوق جدا ان انا اجربه معاكم. بيجيبوا مع كل قهوة التفاصيل بتاعت القهوة. هما كاتبين ان الاوريجن فبراير، مش عارف ليه. تقريبا ان هو اصل القهوة دي الفصيلة بتاعتها او الاصل بتاعها جاي من شهر، يعني الخاص بشهر 2 كسو شهر 2. مش ممكن حتى تفاصيل الزرع، البروسيس اللي عدت بيها حبات القهوة. وكمان في حاجة حلوة جدا ان كل البروسيس هنا كلها بتتعمل في المكان. هو صغير بس الفايب بتاعته جميلة جدا. 50% برازيلي، 30% كولومبي، 20% كوستاريكا، وقريبة من الدارك روستد. حاجة استلهمتها من حد على اليوتيوب عجباني أوي فيديوهاته، اسمه ركان الشاي، إنه عامل حاجة اسمها زي جلسة قهوة، وأنا ممكن أخليها حكاوي مع كوباية قهوة. دايما صحابي، أنا ليه بعمل فيديوهات؟ مبدئيا أنا فريق لي خالص، إني أنا كنت دايما بحب أحكي عن الإكسبيرينسز أو الحاجات اللي أنا بروحها، وأقعد بقى أقول للناس أنا عملت كذا وبتاع، وببقى مبسوط أوي بالموضوع، مبسوط بأصغر التفاصيل، حتى منهم القهوة دي. ان انا اجرب اماكن قهوة كتير ده بالنسبة لي حاجة واو. ان انا ادخل 7-11 كتير ده بالنسبة لي حاجة واو. فقلت ليه طيب انا ما اعملش فيديو او فلوج اوثق فيه ده، اتكلم عن ده، اقول بدل ما انا بس بقول بس عملت كذا واوريهم صور منفصلة. طب ليه ما اجمعش كله مع بعضه ويبقى فيديو يبقى يتفرجوا عليه، انا يبقى بالنسبه لي ذكرى للاماكن دي، ابقى موثق التفاصيل اللي انا عشتها بفيديو. فده بالنسبه لي حاجه كان نفسي اعملها بصراحه. كان مرددني شويه ان انا اعملها، بقى يقول لك انت لسه ما سافرتلكش 4 بلاد على بعض وهتعمل لنا فيها الرحاله وبتاع. فانا قررت اكبر دماغي من الكلام ده. انا مش بعمله عشان انا مش هو لازم اسافر 70 بلد عشان اعمل فيديو. فقلت انا هعمل دي اول حاجه. الحاجه التانية بقى تجربه القهوه التانية.
مشكلتي مع لما بسافر انه ممكن ابقى مخطط لكذا حاجة واعمل مثلا حاجة يعني 3 4 حاجات منهم بس. طبعا هي هتبقى مشكلة كبيرة بالنسبة لي اللي عايز يحس انه عمل حاجة او عمل برنامج او كده. بس انا عن نفسي مجرد ان انا بتمشى في الشوارع واشوف المباني واشوف اماكن واجرب حاجات وكده، انا ده بيبقى ممتع بشكل مش طبيعي بالنسبه لي. انا بحس ان انا مبسوط قوي حتى لو نص البرنامج بس انا اللي عملته. واديني رايح طوكيو سكاي تري. ده المفروض برج كبير كده هو في الليل بيبقى احلى، بس هو بيخليك تشوف الفيو او تشوف طوكيو من فوق. هي دي حديقة كده معرفش اسمها ايه بس شكلها حلو. لابسين الزي التراثي بتاع الياباني اللي هو الكيمونو ده. انا نفسي البسه واتصور بيه بس معرفش اقطع كده ولا لا. اضطر اعدي بمراهق بقى. ده اسمه سوميدا ريفر ووك، ده اللي بنعدي منه نروح على الحتة اللي فيها الطوكيو سكاي تري ده. فطبعا الموضوع لوحده رهيب. انت بتتمشى على النهر والتمشية لوحدها شكلها مبهر مبهر. معرفش ايه المبنى اللي هناك ده بس شكله فظيع، شكله عاجبني قوي. افتكرت لما كنت زمان، يعني بالنسبه لي ان احنا متربيين بقى نشوف البوستز اللي على الفيسبوك، كوكب اليابان. مش عارف اليابانيين دول في كوكب لوحدهم طبعا، غير الانمي غير الكرتونز غير الاختراعات سوني البلاي ستيشن. كل الحاجات المرتبطه باليابان كانت بتخليها بالنسبه لي اللي هو انا يا رب هل في يوم من الايام انا ممكن اروح اليابان وكده واشوفها وابقى باخد تجربه فيها. فطبعا اكيد واحده من الحاجات اللي متخلياني انا ماشي الفرحه فرحتين، انا ممتن ربنا انه ده بيحصل، وطبعا الفرحه التانية ان انا مستمتع فعلا باليابان. نكمل بقى نستمتع احنا بالتمشيه والنهر. المفروض قربنا على سكاي تري. كنت خايف قوي من حوار الجو في شهر 6 والفيديوز اللي انا كنت بسمعها، وانه الدنيا هتبقى صعبة والشهر اللي ده السياح مش بتروح فيه. بس الحمد لله ال4 ايام دول العبد لله الغلبان جه فيهم. الجو بصراحة تحفة. بتمطر جامد بس وقت كده في اليوم وبعد كده تقف. وها نحن نقترب على سكاي تري. احجام الكولا والمشروبات الغازية عامة اقل حاجة نص لتر. يعني ايه يا بان ده؟ متشوق اجرب مكان قهوة من دول، بس الواحد ايه مش عارف. عايز اشوف سكاي تري الاول علشان احدد بقى اذا كنت انا هعمل كده ولا لا. ادي الصورة اللي عجبتني اصلا. للاسف مش مشغل المايك اصلا.
لفتة عظيمة، حاطين بتاع كده للمياه عشان العطشان يستقي الماء وهو ماشي. في بانكيك كده شكله غريب، أنا بفكر أجربه بالمرة. نجيب الماتشا والبانكيك بتاعنا. عجبني شكل المكان بالرغم ان مفيش حد في المكان فاضي، بس عايز اتخلص من عقدة اني لازم يبقى المكان فيه 100,000 واحد علشان احبه. بس اتس اوكي، نقعد هنا نشوف بيقول ايه. تاتاتا. والماتشا وصلت. من معرفش، هي الماتشا اللي انا متعود عليها في مصر العادية، بس انا كنت بشرب واحدة اكشلي انا شربتها في الفندق دي، كان طعمها مش مفيهوش طعم الحنة كده اللي تحسه في الماتشا، تحسها مش مرة، طعم شيء طعم حلو قوي. ماتشا انت تحبها، تحب تشربها كتير، بس anyway مش وحشة يعني، ناخدها وننتقل. رغم ان الغيوم زيادة الا ان الجو بيزداد حلاوة، يعني مش عارف. انا كشخص مش بحب الغيوم تماما، بحب الدنيا تبقى منورة كده والشمس واضحة، لاني انا لا يعني حابب المنظر، حابب شكل الاجواء. واو، في حديقة شكلها، في بحيرة شكلها تحفة. واو، اهو انا اصلا دي انا كنت بدور عليها، كان نفسي اروحها خالص. تقريبا ينفع نقف عليها. اتمنى عمو الغراب ده ما يغلسش علينا. المفروض ده تاني يوم ليا، وفاضل يومين ولسه بقى يعني اليومين دول اصلا كنت عايز اروح فيهم محافظة تانية، فلسه مش عارف اعمل ايه، بس انا مبسوط. من الحاجات اللي كان نفسي اجربها الدراما، والحمد لله وانا معدي لقيت مطعم اسمه كاماكورا، معرفش انا منطقة اسمه صح ولا غلط، وده واخد ريت يعني عالي جدا. اليابانيين مش بيدوا اي تقييم. لا تصدق صح، انا اصلا ما جبته على جوجل، وجوجل بيقولوا انه الاجانب كلهم بيدوا اي تقييم. المهم يعني نتاكد من ده، بس انا متشوق ان انا اجربه. شكل الاكل بصراحه مغري جدا جدا، وغالبا هجرب اللي هي نمبر 1 دي، نشوف بتقول ايه. احنا تقريبا بناكل او بنختار من واحنا في مكاننا. ناخد البايباد، شوف. ありがとうございます。 جت على نفسي اللغة، وبصراحة كنت محتار فيها، وعايز أخليها إنجليزي، بس طبعا هم معظم اليابانيين جايبة لي مية طبعا، عشان عارفة إن الجو رطوبة نوعا ما، بس هو الجو حلو. محتاجه
ده الاوردر واللي اخترت ده. خلاص كده المفروض عملت الاوردر، وفاضل بقى ايه؟ بس شكله لذيذ. في حاجة تحفة، في حاجة تحفة عند اليابانيين. أنا نادرا أو قليل جدا لما دخلت مكان لقيته بيبيع مية، وكأن دي حاجة أساسية احنا مش هينفع نتاجر فيها. أنت المية دي هتلاقيها في أي حتة ببلاش، والكافيه اللي تدخل تلاقيه حاطط زي حاجة كبيرة كده لقارورة مية كبير تشرب منها. الأكل وصل صراحة شكل عالمي. اطمنا على الشكل، فاضل بقى الطعم. الشوربة تحفة تحفة. هي حلوة جدا، بس معرفش ليه مش ذوقي أوي، يعني ممكن محبش إن أنا أجربها تاني. طب ده بالنسبة لإيه؟ الشوربة، شوف اللحم جامدة، بتتجاب حاجة مختلفة أنت بتاكلها كل فين وفين كده، زي اللحمة المحمرة كده. أنا عامة حتى في النودلز بحب النودلز اللي هي عليها السبايسز ما يبقاش فيها مية خالص، وسبيشالي الكوريان نودلز. شاوت اوت ليا وانا بستخدم الشوب ستيكس. حلوة حلوة، بس انا برضو لسه عندي كلام. الموضوع شكله مشوق قوي، يعني مكنتش عارف انه سكاي تري دي ممكن تبقى زحمة قوي كده. Bonjour, everyone, welcome to Saga Sky today. プレゼントございます。Oh my god. انت شايف البلد كلها كأنك بتتفرج على لعبة، بس شكلها فظيع. الحتة التانية في حتة باينة من بعيد ان في سحاب. يا الهي، انا مش عارف اوصف لكم المنظر اللي انا شايفه ده. كان نفسي يبقى مفيش ازاز عشان يعني يبقى واضح اكتر. لسه في حته اطول اعلى، واحنا داخلين على الحتة دي طالعين بقى على الحتة في بقى على التذكرة يعني ينفع تاخد صورة. الصورة دي هم حاطين كرومة خضراء بحيث يخلوك كأنك انت في الهواء، يعني تتعدل الصورة دي، تتعدل وتبقى كأنك انت طاير في الهواء. فظيعة وببلاش. خدت دي الفري، وفي واحدة تانية أكبر طبعا، بس يعني تمام يا حلو. دي المفروض زي دايرة كده محاوطة البرج 360 درجة. دي المفروض انها اعلى 400 متر.
من سطح القطر. مش عارفة منظر البلد للبيوت من فوق خرز. في المترو انا شايف تحتها. تقريبا كده خلصنا الدايرة اللي حوالين البرج. حاجة ممكن تبان بسيطة جدا إلا إنها بالنسبة لي ممتعة خالص. كده خلصنا من طوكيو سكاي تري ده. احنا كده كل اللي انا عملته في اليوم طوكيو سكاي تري والمعبد بتاع سينسوجي. اليوم ده انا كنت مخطط حاجات كتير. الحلو بس انه لسه فاضل في الليل شوية حاجات تانية تتعمل. ف لسه شيبويا وجينزا. جينزا دي منطقة شوبينج وكده. كده هتحرك على الريتيل نغير عشان ما استعد للي بعده. بس ممكن ناخد حاجة نشربها في فاميلي مارت. ده عامل زي 7-11. ده حاجة كده زي 7-11 بس طبعا مش بنفس حجم 7-11. انا معرفش مين زيي بس انا ممكن ابقى داخل اشتري حاجة. عندي حب مش طبيعي اقعد ابص على المنتجات والحلويات وكل حاجة بتتباع في المكان. شكلنا نجرب حاجة جديدة. انا معرفش ده ايه بس هو حاجة بالخوخ. ماله كده فاضل نشوف ولا حاجة تتشرب. مش عارف في حاجة اسمها كولا بلس. طبعا انا مش فاهم اي حاجة بس يعني اهم حاجة انه 0 كالوري. احنا مش عايزين اي حاجة تاني برجت. فانا من انا وصغير عندي ازمة ان انا اقعد اسبهل قدام الحاجات اي حاجة معروضة على ستاند انا واقف قدامها. انا بحب الكلاب ساندوتشز قوي. ربنا يخلي لنا 7-11. لحد ما الفاران ده يخلص نجرب هذا الشيء. باين من منظره فلافي جدا. محشي كمية مش طبيعية. يا رب 7-11 والحاجات دي تفتح ميز. افتكروني حرامي ولا حاجة. يا ريت انا جبت كوباية ازاز. يا ريت خلصنا عليه. بس مشكلة. استودعكم السلامة. نبتدي بقى النص التاني من اليوم مع المعلم 7-11. ده ساندوتش جمبري باين شكله جامد. جمبري كامل مش مفروم المقلي كده على شكل باتي زي البرجر كده
بس طعمه حلو قوي. 7-Eleven فوق. خلص بسرعة عشان نتحرك. كان انا شخص بحب الصبح اكتر بكتير، لان اليابان بالليل فظيعة. يعني مش هقول في حلاوة الصبح، بس لا متعة. ده تقاطع شيبويا المشهور، اللي هو اشهر تقاطع في العالم، اللي يمكن تقريبا بيعدي فيه من 2000 تقريبا ل 3000 شخص في المرة الواحدة. احنا داخلين على التقاطع، احنا دي منطقة شيبويا، لسه داخلين على التقاطع اللي بيعدي فيه ناس كتير، مش ده التقاطع نفسه. الناس اهو ابتدت تعدي. طبعا المنطقة لك ان تتخيل كل حجم الناس. جمهورية مصر العربية كلها بتعدي في تقاطع شيبويا. احنا كده المفروض في اخر اليوم. الناس بتقفل بدري خالص، يعني بتقفل من الساعة 6 تقريبا، وفي ناس بتقفل 9. يعني ده كده المعظم. قلة قليلة اللي فاتحة ل 11، منهم الكافيه اللي انا رايحه اللي هو اسمه الليكوتين. مش عارف انا منطقه صح ولا لا، بس هو واحد من الكافيهات المشهورة، وانا اوريدي جاي عليه. هو الوحيد اللي فاتح في الوقت ده. ده الكافيه اللي انا رايحه. كأنك طالع لو في 2 بس بتاع الحلويات والقهوة. وده السيجنتشر عندهم، البارفيه الستروبري اند المون بارفيه. ده شاور اويل، انا معرفش هما بيبيعوا منتجات تانية. ده الفيو بتاع لوكتي. اكشلي هو طلع اصلا سكين كير برودكتس، وفتح كافيه كده ومطعم صغير، يعني حاجه كده فور ستوبس يعني. القهوه وصلت. دي طريقه، دي قهوه اورجانيك، ودي طريقه تقديم القهوه. بصراحه الاكسبيرينس شكلها لذيذه. You see, they are the capacitors back to 20 or موضوع نسيس هنا كده جيم، ونعبي مع كل كوبايه قهوه هحكي حاجه، واحنا سميناها ان هي حكاوي مع كوبايه قهوه. انا دايما بيقولي انت ازاي تسافر لوحدك، انت ازاي بتحب تسافر لوحدك، طب انت بتستمتع ازاي، مش عارف ايه. انا عامه في السفر، طول السفر انا عندي بريفرنسز مختلفه، عندي حاجات كتير بفضلها. ممكن ناس كتير تشوفها عبط، يعني زمان ناس من انا صغير في حاجات كده كنت اعبر عن اهتمامي بيها وان انا بحبها. يقولوا لي دي ايه التفاهه دي، ايه العبط ده، في حد يعمل كده، مش عارف ايه. فانا مثلا واحده من الحاجات التافهه اللي انا بحبها، ان انا ممكن اقف عند ادخل مولات كتير، ادخل هايبر ماركتس او مارتس زي 7-Eleven، واقعد فيهم مثلا 10 15 دقيقه. ممكن اقعد الف كده بدون هدف، ممكن اقعد اتمشى بدون هدف، ممكن اقعد بس ابص، ممكن اروح مشوار مثلا 3 ساعات علشان ابص على منظر وارجع. عاده انت كانك هتبقى بتغلس على الناس اللي معاك لو حطيتهم في الحته دي، انت بتجبرهم، هم مش مضطرين يستحملوا كده. انا مش بقول له ده معناه ان انا مش هسافر مع حد خالص، وان انا مش هحب السفر مع حد خالص، بس ده واحده من الاسباب اللي بتخليني انا مستمتع كتير قوي وانا بسافر لوحدي. مش بفضل او مش بقول ان انا بستمتع بده وما بحبش ده، لا بحب ده عادي، انا بس بعبر ليه انا مستمتع بده، او بقول ليه مستمتع بده. الحاجه التانية، انا كل مره بتعلم حاجه مختلفه.
وبتعلمها من حاجه انا غلطت فيها. انا بغلط كتير وبتدبس في حاجات وبتلخبط في حاجات، برضو ده مش حلو وانت معاك حد. كمان حكى اوقات كتير انا بحب اقعد لوحدي، بحب اخد وقت انعزل عن الناس شويه. بعتبره صون عن الناس، لان الناس انا بالنسبه لي مش طول الوقت هتبقى موجوده، ومش هينفع انك طول الوقت تبقى رابط نفسك بالناس، لانه هيجيلك وقت هتندم لو انت كل حياتك بس مع الناس. لان الوقت اللي مش بيبقوا موجودين فيه ده بيبقى اتعس وقت في حياتك. وده واحده من الاسباب اللي ساعات بكون بحب مصر ان انا اعمل ده، ان انا ابعد لوحدي. بس لكن انا مش بقول انه الحياه تبقى لوحدك، انا بس بتكلم على ايه فوائد انك تبقى لوحدك وبس. دي كانت حكايه مع القهوه. دي شورت كيت حلوه، بس مش عارف ايه فيها طعم جاي من بعيد كده، فيه ماتشا، طعمها حلو قوي. فكرة انها طريه جدا. 過ぎてく街いつも通り歩いていくこの街耳傾けてくれてありがとうそのレンズのその先までピース取ってくことベロさんキャッベロ巻き込むテロとビートチェックマイクワン過ぎてく日々そのことばかりsketch على بحث كيس اوتفيت تشيك الصبح. يوم ويل سميث في اليابان ده شيء غير طبيعي بالمره. ده في شهر 6، بتكلم على شهر 6 يعني. فالموضوع محمس جدا جدا جدا. نبدأ إن بواحد من الترشيحات العالمية في الفطار اسمه كومن، فهو فطار وقهوة. كنت مخطط أشرب قهوة في مكان تاني بس شكلي كافيه عالمي الفطار. دي واحدة من دي وجبتي المفضلة في اليوم تقريبا. وبس على أنواع القهوة اللي عطل رواندا بيرو وتقريبا بدون ساندي الأوريجين. استلمنا القهوة بتاعت نجرب. وهمية بإننا هنبتدي بقى حكاية مع باقي قهوة. أنا بكون في سعادة غامرة وأنا بجرب أي مكان بيبيع قهوة جديد. أنا بجرب مكان جديد عامة. إيه بقى الحتة اللي جت في بالي دلوقتي؟ دايما عنده مشكلة مع حتة التقييمات، يعني بمعنى إن إحنا نحط شكل اللي قدامنا يفرح على اساسه. يعني مثلا كنت اشارك حد اقول له ده انا مبهور بكذا، يقول لي إيه مش مستاهل ده كله. طب بالحلاوه ايه مش مستاهل ده كله؟ حكمت عليها من هني معايا إيه اني نقطه انت دي قلت بقى على اساسها ان هي مش مستاهل ده كله. هل هي ليها انا اتكلمت في فيديو قبل كده على الحته دي. هل ليها مقياس الناس المفروض بناء عليه الحاجه دي تفرح من 1 ل 3 ودي من 5 ل 6، ولا كل واحد المفروض يفرح من
براحته للحاجه اللي من اهتماماته. فمش عارف، دايما عندي مشكله مع دي، وحاسس ان هي دي اللي بتسبب ازمه كبيره في العلاقات، لما احنا دايما عايزين الناس شبه، عايزين اهتماماتهم زي اهتماماتنا، في الاخر نستغرب هم ليه مش فرحانين، ليه مش مبسوطين معانا. فمش عارف، حبيت اشارك مشاركه سريعه. المفروض النهارده يوم طويل وانا مبسوط ان انا صحيت بدري، وان شاء الله يؤتي ثماره. ها قد وصل الفطور. للتفاؤل، بس مش عارف ليه مش متفائل. يعني الكيورد سالمون ده انا خايف من طعمه، وعليه كابجار وبويلد ايج. البيز بتاعه تقريبا كريم تشيز، بصراحة تحفة. أنا بعشق حاجة اسمها صاد. انطلق أنا عشان أستمتع. خلصت الفطار واتحرك على مكان انا شفت ليه فيديوز كتير وانا متشوق له جدا جدا، اسمه تيم لابس. و... وواحدة من الحاجات المبهرة واللي انا بحبها قوي، التمشية حقيقي ممتعة بشكل مش طبيعي. انت طول الوقت ما بين مباني جميلة واشجار وطبيعة، يعني حاجة مش انتوا شايفين. Concepts of the artworks nearby will be shown.
يعني انا مش متخيلين انا اتبسطت قد ايه بالاكسبيرينس. انا مش عارف المكان حقيقي ده كانت حاجه ممتعه بالنسبه لي. طبعا مشى شويه كده في الطبيعه علشان اتحرك على تاني اكسبيرينس عظيمه بالنسبه لي وريليتد بالطفوله. انا رايح الكافيه بتاع هاري بوتر. طبعا انا مستمتع كالعاده بالمباني والطبيعه، و بصوا المنظر ده عجبني قوي. منظر مبنى من الحضاره القديمه وسط مباني كلها حديثه. حقيقي شكله تحفه. نيجي للحظه العظيمه، لحظه الوصول للكافيه. طبعا انا مبهور من المنظر. المنظر مفرح قوي. انا طلبت الوجبه المشهوره خالص هناك، بس للاسف ما صورتهاش فيديو فهحط صورتها. ودي بقى ده السلم بتاع محطه المترو اللي كلها معموله كانك جزء من الفيلم. هسيبكم تستمتعوا بالمكان من غير ما اتكلم. كل المكان المحيط بالكافيه حتى محطة ونزلة محطة المترو معمولة كأنك رايح تركب القطر بتاع فيلم هاري بوتر بالظبط. فبصراحة الأجواء خيالية، واللي محل الدنيا أكتر ومخليها تحفة الموسيقى بتاعت الفيلم. كده تقريبا خلصنا كل حاجة في اليوم. يا دوب دلوقتي اتحركت على زي مكان اسمه شينجوكو، والمكان ده من الأماكن اللي بتبقى حلوة قوي بالليل وينفع تعمل فيها شوبينج. بس بفكر أروح أشرب قهوة في أي حتة، وبعدها هتحرك على البيت وأشوفكم في اليوم التاني. الساعة 6:30 الصبح وأنا رايح جبل فوجي. جبل فوجي بقى بعيد عني بتاع 3 ساعات ونص. الفكرة إن أنا قررت إن أنا هاخد المخاطرة دي. ده اليوم بتاع السفر، يعني اليوم اللي أنا مسافر فيه ده يوم السفر، وأنا رايح المسافة دي كلها علشان خاطر أقعد 3-4 ساعات وأرجع تاني. بس الموضوع بالنسبة لي كان ممتع بشكل مش طبيعي. وصلنا منطقة جبل فوجي دي بصراحة أكتر حتة أنا متشوق لها فعلا. أنا أشوف جبل فوجي. احنا كده المفروض عند الحتة اللي اسمها لاوسن. ده زي كافيه زي ده مورت سوري زي 7-11، وده اشهر حته الناس تتصور عندها. وراها جبل فوجي ظهر زي ما انا هوريهولكوا كده. الجبل ده يقال يعني بيسموه الجبل المكسوف، علشان دايما هو او غالبيه السنه بيبقى مغطيه الغيوم، مش بيبقى باين بمنظره كده. وبيقول انه ما يبانش غير للشخص اللي هو بيحبه، لو حبك يظهر لك. فاحلى شكر واحلى تحيه يا عم فوجي. What is this?
دي كده المفروض واحدة من المناطق الراقية في شيبويا، تقاطع شيبويا. رايح أجرب واحد بتاع قهوة، ده اللي هختم بيه يعني السفرية كلها. احنا معديين على معبد، أنا معرفش معبد إيه بس شكله حلو عشان بحب المعابد. يعني يعتبر من ملوك الفي 60. وباي ذا واي المعلومة الجديدة اللي أنا انبهرت لما عرفتها إنه الفي 60 اختراع ياباني، هم اللي اخترعوا الفي 60. في هم اصلا ما كانوش بيحبوا القهوه زمان، بس انبهرت الصراحه لما عرفت المعلومه. فمتشوق عشان هو عنده عالم من حبوب القهوه اللي اكيد انا ما افهمش في 3/4. وانت بتختار منهم بقى وبتشوف السبيشاليتي كوفي بتتعمل، فمتشوق خالص 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 الموضوع. وصلنا العالمي، هو اسمه كافيه ماما ميا، كافيه مامية. المدرسة الصغيرة كان كافيه ماما ده، وهو بيشرحوا للناس عن الأنواع والخصائص بتاعت القهوة. الموضوع حلو ومشوق بس يوقف. Today we have about 20 kinds of coffee from light roast to dark roast. Okay. And they are looking for beans or just green. Okay. Here. So I think I like this more. This side here. This side is medium dark, and this side is more dark. My recommend is this highly latte. Okay, I will go for it. Thank you. طبعا يا جماعة بعد ما شرح لي لازم حد يطلع يشرح لك، ولابسين لبس دكاترة، هم دكاترة في القهوة فعلا. أنا عايز أوريكم السلكشنز بتاعتهم. طبعا زي حاجات فروتي، طعمها كده زي في فاكهة، وفي حاجات قوي ان هي فيها طعم مكسرات وشوكليت شويه. وقال لي لو انت ما بتحبش الاسيديتي انها تبقى زي باين انها هديه جامد، يفضل خليك في اللي هو الجزء اللي تحت اللي انا اخترت منه بس. فانا دلوقتي اخترت، خليته يقترح لي نوع معين، والمفروض هو هيعمله دلوقتي ونشوف.
Amazon.あるよあるよ。でもとフランスの有名بس مسكر وعلى قوة القهوة على ما فيش مرارة. Thank you. هو طبعا ما فيش حاجة تستحق العناء، ولكن بصراحة القهوة حلوة جدا. بالنسبة للحكاية مع كوباية قهوة دي، آخر حاجة كان نفسي أختم بيها وأقولها، إن أنا عندي مشكلة لما أجي أعمل حاجة ويبقى حد عملها بشكل واو أو أحسن مني، فبأحبط، فأقول طب خلاص هعملها ليه؟ ما مستحيل تطلع زي فلان الفلاني يعني. ومنهم حتة الفلوجز دي، يعني أنت مالك بالموضوع ده وكده يعني، وهتعمله ليه وبتاع، وبعدين أنت كده بص أنت أصلا عشوائي ومطلع الدنيا شكلها مش حلو. فقلت لنفسي لأ، يعني أنا محتاج أكسر الحتة دي، بغض النظر أنا هعملها واو ولا مش هعملها واو. أنا محتاج أفهم إن مش كل حاجة تتعمل واو يعني، محتاج أفهم إن أنا دي حاجة هتكبرني وهتفيدني. فعشان كده للأمانة خدت الخطوة وقلت خلاص، يعني أنا لحد دلوقتي ممكن أشوف فيديو كده ألاقي نفسي مرة واحدة كده اتقفلت، أقول يعني صعب أعمل حاجة زي كده، أو مش هتظبط كده. ده أنا الحاجة اللي أنا عاملها ده هتبقى وحشة أوي بالنسبة لدي، وياما هاخد كلام. بس قلت خلاص يعني مش عايز أعيد الكلام تاني يعني. بس أنا حقيقي اتبسطت أوي.